السلام عليكم. أهلا بيكم في Learn Snacks، المكان اللي بنقدم فيه معلومات تقنية وعلمية في دقايق معدودة. والنهاردة هنتكلم عن حاجة بتخلي الكمبيوتر أذكى من أي وقت فات، التعلم الآلي أو Machine Learning. إزاي بدأ؟ وليه مهم جدا في العصر ده؟ خلينا ناكل أول سناكة من المعرفة. إيه هو الماشين ليرنينج؟ هو ببساطة طريقة بتخلي الكمبيوتر يتعلم من البيانات بدل ما نبرمجه بكل خطوة. في البرمجة التقليدية بنكتب كل قاعدة بنفسنا، لكن في التعلم الآلي الكمبيوتر بياخد بيانات، يدرب نفسه ويستنتج القواعد بنفسه. مثال، لو عايزه يميز بين صور قطط وكلاب، بدل ما تقول له كل التفاصيل بتديه آلاف الصور وهو يتعلم يفرق. التعلم الآلي فكرته مش جديدة، بدأت من الخمسينات مع علماء حاولوا يخلوا الكمبيوتر يقلد طريقة تفكير الإنسان. لكن التطور الكبير حصل مع زيادة قوة الحواسب وتراكم البيانات في التسعينات والألفينات، ودلوقتي بقى جزء أساسي في كل حاجة، من الترجمة التلقائية لحد السيارات ذاتية القيادة. التعلم الآلي بيأثر على حياتنا يومياً، من فيسبوك ويوتيوب اللي بيقترحوا محتوى يناسبك لحد التشخيص الطبي اللي بيكتشف أمراض بدري جداً. وده بيخلي فهم التقنية دي مهم لأي شخص عايز يواكب العصر. مثلاً شركة جوجل طورت نظام ترجمة آلي بيستخدم التعلم العميق Deep Learning، وده خلى الترجمات أكتر دقة وواقعية. النظام ده اتعلم من ملايين الجمل المترجمة اللي اتجمعت من الإنترنت. لو عجبك الفيديو ده اضغط لايك وشير الفيديو مع صحابك واشترك في القناة، وما تنساش تسيب لي تعليق عايز نتكلم عن ايه في الفيديو اللي جاي، ونلتقي في سناك جديدة من Learn Snacks.